السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي جماهير النادي الأهلي، أعظم جمهور لأعظم نادي في الكون، تحياتي لحضراتكم. طبعا الشغل الشاغل لجماهير النادي الأهلي هو قصة وسام أبو علي، ومعاها بالمرة موضوع أشرف داري وأحمد عبد القادر وكريم ندفد وكم صفقة اللي هينضموا للنادي الأهلي. بالنسبة نبدأ من خط الدفاع. خط الدفاع طبعا حضراتكم عارفين ان في 4 رحلهم، اللي هو علي معلول، يحيى عطية الله، رامي ربيعة، وأكرم توفيق، وحل محلهم مصطفى العش وبيكهام وياسين مرعي، وفي الطريق محمد شكري. شوية إجراءات بسيطة ويبقى محمد شكري في الأهلي، لكن موضوعه منتهي. بالنسبة لأشرف داري، أشرف داري موقفه متوقف على وسام أبو علي. إزاي؟ لو اضطر الأهلي لبيع وسام أبو علي، يبقى البديل لو كان أجنبي، هنا موقف أشرف داري إن هو يخرج إعارة أو بيع نهائي. لو كان البديل مصري أو يعامل كمصري سواء فلسطيني أو سوري، يبقى أشرف داري مستمر. ده موقف أشرف داري. بالنسبة لكريم ندفد وأحمد عبد القادر، اللي الأهلي عاوز يدخلهم في صفقات تبادلية بالإعارة، كريم ندفد عاوز الاستغناء النهائي بتاعه. نفس الكلام مين؟ نفس الكلام أحمد عبد القادر. لكن أحمد عبد القادر له قصة. أحمد عبد القادر يا إما أمضي 3 4 5 سنين، يا إما تدوني الاستغناء بتاعي استغناء نهائي. الأهلي شايف إن أحمد عبد القادر كفاءة. تعالى يا أحمد نمدد لك العقد كمان سنة، ونسيبك تخرج إعارة سنة للحزم السعودي. نادي الحزم السعودي عارض مبلغ سخيف، يعني عارض مبلغ بيقول لك أنا اشتري السنة اللي باقية في عقد أحمد عبد القادر ب 350,000 دولار، يعني 17 مليون ونص. ده يعقل يعني؟ لكن هو شغل الوكلاء بقى ومحاولات التأثير والكلام ده كله. طيب، أحمد رضا كان الأهلي على وشك إن هو يخرجه إعارة، لكن بسبب العملية اللي أجراها مروان عطية والإصابة اللي تعرض لها إمام عاشور، كده خط الوسط كان هيبقى فيه نقص عددي، خاصة في مركز 6، وده كان من حظ أحمد رضا إن هو يبقى. وأنا أعتقد إن هذا اللاعب لما يلعب وياخد ماتشات إحنا مش هنندم عليه. أنا شايفه لاعب كفء. بالنسبة لأحمد عبد القادر، أحمد عبد القادر لو صمم على موقفه، لسه إدارة الأهلي في حوار بخصوصه، ما نعرفش هينتهي على ايه، لكن لن يؤثر على انتقال محمد شكري. موضوع محمد شكري منتهي، هي بس ايه الفكرة في اجراءات انتقاله، يعني اليات التنفيذ بس، لكن هو خلاص هو اعتبره في الاهلي. نيجي بقى لقصة وسام ابو علي. وسام ابو علي الموضوع كله يتعلق بالوكيل بتاعه. الوكيل في معلومة وصلتني من صديق مصري مقيم في قطر من سنوات طويلة وقريب من الأحداث هناك. قال لي إن الريان القطري لما حب إن هو يتعاقد مع وسام أبو علي، ما بدأش الحوار مع النادي الأهلي، بدأ الحوار مع وسام. فوسام قال لهم عندكم الأهلي وعندكم الوكيل. لما جم يكلموا الوكيل قال ايه؟ قال لهم انا هتفاوض باسم وسام، وانتوا مسؤوليتكم الاهلي، انا ماليش علاقة بالاهلي. فبدأ التفاوض معاهم قبل مجرد يعني ما يخطروا الاهلي ان احنا عندنا رغبة في التعاقد مع اللاعب. خلصوا مع الوكيل الاول قبل الاهلي ما يوصلوا اي عروض. عملوا ايه؟ اتكلموا مع الوكيل، فالوكيل بشطارته، الوكيل على فكرة وكيل طماع ودايما بيغري وسام، ده اللي انا يعني
سمعتوا عن الراجل ده. فقدر ان هو يوصل معاهم ل5 مليون دولار في الموسم الواحد لوسام. طيب النادي الاهلي ادارة الريان كانت حاطة تقدير لان وسام الحد الاقصى انها تشتريه من النادي الاهلي او تشتري خدماته او عقده مقابل كام؟ مقابل 5 مليون دولار كأعلى سعر ممكن هي تقرره لهذه الصفقة. بالمنطق والعقل الوكيل قدر ان هو يوصل الراتب السنوي لوسام ابو علي الى 5 مليون دولار. يبقى لازم يكون في عقلية احترافية. انا ما اروحش النادي اخد منه لاعب هو الابرز حاليا في مصر وربما في افريقيا كراس حربة، اروح اخده من النادي الاهلي واعرض عليه على النادي الاهلي 5 مليون دولار هي نفس القيمة اللي هياخدها اللاعب في موسم واحد، بأي منطق وبأي عقلية احترافية. يعني ده كلام، يعني انا اسف، ده استهبال. انت جاي تاخد يعني مثلا لو وسام ابو علي ده انت هتديله 2 مليون في السنه، مليون دولار، هتيجي تقول للاهلي خد مليون دولار؟ هتديله 2 هتقول للاهلي خد 2؟ هتديله 3 تقول للاهلي خد 3؟ لا. معروف ان اللاعب اللي بيحصل على رقم بتضربه في 2 3 4 ربما اكثر. ده في الراتب السنوي بتاعه. ده المنطق. المسألة مش فهلوة. وبعدين ده لاعب بيمثل قيمة كبيرة جدا للنادي الأهلي ومؤثر ويعني مقدم مستويات عالية جدا. الوكيل الناصح صدر للمواقع ان نادي ريد بول الامريكي عاوز اللاعب ودخله في العروض. الوصل الاماراتي داخل السريت على الاهلي واضح. فريق او نادي ريد بول الامريكي ما طلبش وسام لا من الاهلي ولا من الوكيل ولا في خطته وسام ابو علي. تخيلوا دي. طب جبت الكلام ده منين؟ من المدير الرياضي في نادي ريد بول الامريكي، هو بنفسه اللي قال كده، لدرجة انه انتقد اللي بيسأله وقال له انا يعني مندهش، انتوا بتجيبوا الاخبار، انتوا بتختلقوا الخبر وتنشروه وبعد كده تبحثوا عن مصداقيته. ريد بول لم يتدخل ولم يطلب ومش في خطته وسام ابو علي خالص. دي كانت نصاحة الفتك اللي هو الوكيل بتاع وسام ابو علي. الريان القطري لما يعرض 5 مليون دولار يغري بيهم وسام ابو علي ويدي للاهلي فتافيت، يبقى معلش انا مش هفهمها ولا هفسرها الا تفسير واحد، ان انت بتغري اللاعب بمبلغ ضخم عشان يبقى ورقة ضغط في ايدك على ادارة النادي الاهلي. هل الاهلي يتعامل معاه كلام زي ده؟ هل الاهلي باحترافيته بقيمته يتعامل معاه الكلام الفاضي ده؟ فادارة الاهلي القوية اللي فاهمة هي بتعمل ايه؟ قالت احنا بنتكلم في 10 مليون دولار و20% عند اعادة بيع اللاعب من قيمته، واذا سجل 10 اهداف الاهلي له نص مليون دولار، واذا حصل نادي الريان على بطولة محلية الاهلي له مليون دولار، واذا حصل على بطولة قارية الاهلي له 1.5 مليون دولار. يبقى الاهلي عارف هو بيعمل ايه. يعني ما تجيش تبيع المية في حارة السقايين. ان شاء الله احنا هنشوف الدنيا هترسى على ايه، والله المستعان، ومصلحة الاهلي اولا واخيرا ثم وسام ابو علي. بالتوفيق للنادي الاهلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.